صلي وزد وسلم وبارك على هدى رسول الله. معلش هتلاقي صوتي تعبان، مش برد، لاني انا فعلا تعبانه. ناقشنا كتير قوي موضوع الجن وكده هو، بس طبعا بحب اوثق الموضوع. الناس اللي بتشكك ان هو مش موجود، او الناس اللي مش مصدقه، طبعا مضطر اجيب صفح من مواقع موثوق فيها عليها ملايين من المتابعين او الوفات من المتابعين. هوريكم فيديو زي ما عودتكم، بيبقى فيديو صغير هنتكلم عن الجن الطيار، صنف من أصناف الجن، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نبعد دي. وثلث يطيرون في الهواء، وفي الحقيقة أكتر خدام السحر منا يدخلون الأجسام الناس هم من الجن الطيار. ودي أنا شفتها في الفرح بتاعي، الجواز بتاعي والخطوبة بتاعتي. كنت قاعدة في الزفة كده، ما كنتش أعرف بقى جن طيار ولا سحر ولا عمل ولا كده. لقيت حد كأني كنت دايما أقول لهم حد كأني حدفني بقلب طوب، أو هوا سخن أو هوا ساقع دخل جسمي اتحد معاه. كان يقولوا لي، يعني اما كنت اروح لشيخ يقول لي ايه اللي حصل لك او حسيتي بايه. اول حاجه علامات الجن: الاحلام بالطيران والقفز من مكان لاخر، وده فعلا بحس ان انا هقع من على جبل او على تل. الم واوجاع في اليدين وبين الاكتاف، وفعلا بحس ان في تقل على جسمي، يا دوبك بقضي طلبات بيتي بالعافيه، مش قادره اخرج ولا اعمل اي حاجه. تحريك اليدين بكثرة أثناء التحرك مع معالج روحاني، ودي فعلا لما كانوا بيقولوا علينا رقية الشرعية كان بيبقى في حضور جامد في اليدين وساعات في الرجلين. هناك طرق طبعا لكشف، ومن أعظمها الدعاء: اللهم أحرق كل جن طيار يطير بجناحيه. بتتكرر 100 مرة أو أكتر. سترى بعينيك كيف يظهر إن كان طيار. من أبرز نقاط ضعفه هي الضرب على يدي المريض، لكن بخبرة، لأن في ناس طبعا بتضرب زي الحمارة وبتسبب عاهات مستديمة. بعد الرقية الشرعية الناس بيفضلوا بعاهات مستديمة. بتضربي بين الأكتاف لأن بيبقى في تقل والعقد اللي الرسول قال عليه الصلاة والسلام: أما بتقومي من النوم بيعقد الشيطان عليك عقد. أما بتتوضي وتذكري ربنا، العقد دي بتتحل. مش كلها طبعا، طالما في سحر أو جن موكل. طبعا الجن مش حاجة سهلة. الجن بيبقى عقد وألم شديد جدا. بنركز عليه طبعا سورة الفلق وسورة البقرة. بندهن المكان بزيت مكتوب مقرأ عليه رقية شرعية. وإن كان سبب دخوله الحسد فنستخدم له علاج للحسد، وإن كان السحر نستخدم علاج السحر. وقلنا يا جماعة الحسد بيدخل، قلنا قبل كده الحسد ده طاقة سلبية بتدخل المكان الجسم وتستعمره. تعالوا نشوفوا الآيات. وما من دابة في الأرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام 38. آيات تانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورة النحل 79. آية التالتة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صفات. يعني أنا بجيب لكم أدلة من القرآن، أدلة من السنة، في بعض آيات تانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يقولون: واذكر عبدنا داود إذ الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. دي آيات يا جماعة موثقة من القرآن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. سورة الملك الآية 19.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل الآية من 1 ل5. في آيات تانية بتوثق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم إن كان هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الأنفال 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصال. الرعد 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع ومن فيهن ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الإسراء 44. آيات كتيرة يا جماعة. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. آيات الشورى وآيات الإسراء. آيات كتيرة جدا. وقلنا الأعراض بتاعته. هنا ابني بيقول لي أحيانا يا ماما، أحيانا الناس اللي حوالينا أما بتنفعلي أو بتتعصبي او بتقول ستوب مش هقدر اكمل بياخدوها على انها انت جحدة او غبية، وهي ما بتبقاش كده. هي بتبقى آه، الانسان طول ما هو بصحته، طول ما هو سعيد، طول ما هو عايش بما يرضي الله، طول ما هو عايش من غير سحر ومن غير ألم، طول ازاي بتبقى نايم بتتخدر شبه تخدير موضعي بيتأثر على خلايا الأعصاب بتاعتك. تبقى تحس ان انت عايز تصوت او حد خانقك ما انتش عارف تتحرك. تنميل لكل حتة في جسمك كأنك بالظبط قايم من عملية. الناس لما بتقوم بعملية التخدير بياخد وقت عبال ما بيروح. طبعا انا ما بعملش اعلان لحد، ولكن اماكن وجود السحر: الرأس، العين، الكتفين، الرقبة، مفصل. وانا واعوذ بالله من كلمة انا جسمي كله متدمر بسبب السحر من اول شعر راسي لحد اسفل القدمين. كل شوية بتعمل لي سحر من نوع معين لدرجة بقيت اتمنى الالم الموت احسن من الالم. الالم بقى فوق طاقتي. ليه؟ لان الكلام ده زي ما انتم شايفين كده، الكلام ده بقاله سنين بكلمكم اهو. البطن اللي من حيث البطن والرحم بقى عايزين نتكلم على اللي حسيت بيه. ان انا قمت من النوم لقيت ده الجن الطيار اهو. لقيت الساحر سعيد اللي انتوا كلمتكم عنه قبل كده قاعد في المزرعة، جاب حتة قماشة وحط عليها دم بتاع فرخة وبدأ يعمل طلاسم. بدأ الجن الطيار ده يهاجمني من كرباج في الرحم والبطن. قاعدة بصوت من الفجر، قريت قرآن مش نافع، قاعدة كأني بالظبط الولادة الطبيعية، وأنا عشان حضرت الولادة الطبيعية ألم محدش يستحمله. قمت عملت حاجة دافية، نعناع أو ينسون، أو لما فيش حاجة نافعة رجحت آه، عشان بس الناس اللي تقولك عادي يمكن دور برد. ما هو لو دور برد لو ما فيش سحر، لكن انت شايفة السحر بالقرائن، شايفة مكانه وشايفة أذيته. طبعا الجن بيقولوا بيستك عليها الكلاب مسعورة بيتربصوا بالرحم والمكان الألم كنوع يعني الصداع، ترجيع، دوخة، ألم، كرباج بيضرب في كل حتة في جسمي. بتبقى طبعا بصوا اللي بتبقي انت بالنسبة للساحر زي اللعبة الدمية. هالة، وفاء، أي اسم. بيمسك العروسة دي بيدبس فيها المسامير بقلم، بصوات، بعقد، بشغل. وحبيت أعرفكم إن الموضوع ليه أبعاد دينية وليه أبعاد، لهم كتب بيطلعوا منها الطلاسم دي للأذية، وبتبتدي أنت بتصوتي بكل حتة في جسمك. هنا يمكن الآيات أهي. أنا برجع تاني، أنا عايزة أجيب لكم الفيديو. هنسمع الفيديو. طبعا انا ما بمثلش، انا بصوت من الالم هجوم الجن الطيار بعقده بألمه.
آه بطني، آه دماغي، سكاكين في بطني، آه يا ربي مش قادرة استحمل، آه. انا عايزه بس اعلق على حاجه، ان انا دي مش شرقه، ده هما بيقولوا له الحق، ده بتصوت من الالم، دي توكيلات كلها الحق، ان العقد اشتغلت او منها من النوم على صوت وبتلطم من الالم، فهو كده بيعرف ان شغله مظبوط. بطني بطني، دماغي، الحمد يا ربي، سكاكين في بطني، دماغي دماغي، آه آه. طبعا هتاخدوا بالكم ان الحمير بينهقوا بره، لان دي توكيلات. وطبعا كلكم عارفين الحمار اما بيشوف شيطان او جن بيعوص بسبب طاقة، كانوا بيقولوا تقريبا مستوى الطاقة بتاعته مش عارفة فوق البنفسجية او تحت الحمراء، حاجة زي كده يعني، فبيشوف المجال الرؤية بتاعتهم. عشان كده الحمار اما بينها بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وده كان الحمار بتاع جارنا. بتصوري ليه؟ بصور عشان الحاجات دي تبقى ذكرى لعيالي، يعرفوا كمية الألم اللي أنا عايشة فيها، وبصور عشان أثبت صوت وصورة، وبصور عشان الناس تدعي لي إن ربنا يخلصني من الألم ده، لأني فعلا مش قادرة أستحمله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم.